ملي كنهضروا على ارتيميس 2 حنا ما كنهضروش على رحله سياحيه للقمر، حنا كنهضروا على 4 ديال الناس غيمشيو في مواجهه مباشره مع اقصى قوانين الفيزياء في الكون. خمسين عام وحنا محبوسين في المدار الارضي المنخفض، واليوم كاين اختبار هندسي غيحدد واش البشريه قادره تجاوز حدود الكوكب ولا غنبقاو محبوسين هنا للابد. هذه القناه ديالي اكرم فوي، اليوم غادي نشرحوا هندسه ارتيميس 2. اللحظه الحاسمه في هذه المهمه هي فاش كبسوله اوريون غادي تبغي تقتحم الغلاف الجوي للارض بسرعه 11 كيلومتر في الثانيه، اللي كتعادل 39600 كيلومتر في الساعه. هذه السرعه الهائله كتحول جزيئات الهواء البلازما حارقه، كتوصل درجه الحراره ديالها ل 2800 درجه. هنا كيجي الدور ديال الدرع الحراري اللي الخدمه ديالو هي التضحيه الذاتيه، يعني كيبدا كيتاكل بطبقات محسوبه باش كيحمي الرواد من الحراره، بحيث الا كانت الزاويه مائله بدرجه بسيطه الضغط الجوي غيتجاوز قدره الدرع على التحمل، والحراره غتخترق الهيكل المعدني للكبسوله في اجزاء من الثانيه. ارتيميس 2 هي اختبار لواش الهندسه الدفاعيه قادره على الصمود قدام جحيم العوده من الفضاء. حقيقه الاشعاع الكوني، المسافه العاديه اللي كنعرفوا بين الارض والقمر هي 384 الف كيلومتر، ولكن ارتيميس 2 غتقطع 1.1 مليون كيلومتر ذهابا وايابا. علاش خبنا نص قرن؟ خبنا حيت كاين واحد الحاجز سميتو فان ألان. هاد الرواد غيكونوا اول بشر من عام 1972 يتعرضوا لقصف من البروتونات والالكترونات عاليه الطاقه خارج حمايه المجال المغناطيسي للارض. المهمه غتختبر في الواقع كيفاش غيتفاعل الجسم البشري مع هذا الاشعاع، وهل الانظمه الدفاعيه ديال الكبسوله كافيه باش تحمي الدي ان اي ديالهم من التلف. غتكون سولتي راسك علاش ما غيهبطوش في القمر؟ الجواب هندسي بالدرجه الاولى. ما سبق كتواجه تحدي مع غبار القمر. الغبار هو جزيئات زجاجيه مجهريه حاده جدا كتلصق بالكهرباء الساكنه، وهي قادره على تخريب انظمه التهويه وتقطع انسجه البلاد الفضائيه في ظرف ساعات فقط. 50 عام والنصاحات حيت هو احلام على الغبر. دابا غنهضروا على الصمت المطلق. ملي الكبسوله غدوز ورا القمر غيكون انقطاع كلي في الاتصال، والرواد غيعيشوا تجربه العدم لمده 40 دقيقه. في هذه اللحظه الاعتماد كيكون على انظمه الملاحه الذاتيه وعلى الثبات السيكولوجي للطاقم في مواجهه درجه الحراره كتوصل ل 160 درجه تحت الصفر في الظل. ودابا غنجيو للهدف ديال المسار اللي اختارت ناسا. الهدف الاول هو فحص الانظمه الحيويه للمركبه اوريون في بيئه الفضاء الحقيقيه، واش الاكسجين الملاحه والاتصال خدامين 100%. والهدف الثاني هو ضبط السرعه والمدار بدقه مجهريه باش تنجح عمليه الحقل نحو القمر في اللحظه والمكان المثاليين. ناسا اختارت مسار العوده الحر كصمام امان. الجاذبيه ديال القمر هي اللي غتكون المقلاع اللي غيرجع الرواد للارض تلقائيا. نجيو ندويو على مساله التنفس في المركبه هو هندسه التوازن. كاين نظام كيميائي كيمتص ثاني اكسيد الكربون اللي كيخرجوا الرواد في الزفير قبل ما يولي سم قاتل، وفي نفس الوقت كيتدخل الاكسجين بالضغط كيشبه اللي كاين في الارض. وغتقول لي منين كيجيبوا الاكسجين اللي كيتدخل؟ المصدر هو خزانات الاكسجين السائل عاليه الضغط، ولكن السر كاين في التحليل الكهربائي. النظام كياخذ الماء اللي كيكون في المركبه وكيفككوه بالكهرباء باش يحرر الاكسجين للرواد. ارتيميس 2 هي الجسر التقني اللي جاي من بعد، هي الاختبار الحقيقي لواش حنا واجدين للاستيطان ماشي غير الزياره.